كيف أكون أماً واعية بأنوثتي وأنوثة ابنتي؟ هل فكرت يوماً في معنى الأنوثة؟ ليس كما تعلمناها من الإعلانات أو من القصص المصورة أو من التعليقات التي سمعناها منذ كنا صغيرات، بل كحقيقة داخلية، كبصمة خاصة، كشيء يولد معنا وينمو معنا، وقد يقمع أحياناً أو يشوه أو يعاد تشكيله من جديد مع كل تجربة نمر بها. اليوم دعينا نفتح معاً هذا الباب، باب الوعي بالأنوثة، ليس فقط كنساء بل كأمهات، لأن وعينا بأنوثتنا هو أول خطوة لفهم كيف نرعى أنوثة بناتنا، وكيف نكون لهن مرآة تعكس القوة لا الخوف، الحنان لا القسوة، والقبول لا المقارنة. الأنوثة ليست مظهراً، بل حضور الأنوثة في جوهرها هي طاقة استقبال، احتواء، رقة، عمق، لكنها أيضاً قوة ووضوح وحدود. الأنثى الواعية لا تنكر نعومتها، لكنها لا تسمح لأحد أن يستغلها باسم الضعف. لا تخجل من مشاعرها، لكنها لا تغرق فيها. تعرف كيف تسكن قلبها، لكن تمشي بثبات في الحياة. وهنا يأتي دورنا كأمهات، عندما نتصالح مع هذه الطاقة بداخلنا، عندما نتوقف عن جلد أنفسنا بسبب ضعف مررنا به، أو قرار ندمنا عليه، أو صورة نمطية حاولنا الانسجام معها بالقوة. نبدأ في إرسال رسالة غير منطوقة لبناتنا: أنوثتك شيء مقدس، لا عيب فيه ولا خوف منه ولا حاجة لإخفائه. متى نبدأ؟ منذ اللحظة التي تولد فيها ابنتك تبدأ في التعلم، ليس من كلماتك بل من طريقتك في المشي، صوتك حين تتحدثين، عينيك حين تنظرين في المرآة. فهل تنظرين لنفسك بحب؟ هل تتحدثين عن جسدك باحترام؟ هل تظهرين لابنتك أن التعبير عن المشاعر أمر صحي؟ هل تحتوين غضبها دون أن تكسريها؟ هل تفسحين لها المجال لتتعرف على نفسها على طريقتها لا بطريقتك؟ ما الذي يعوق وعينا؟ في مجتمعاتنا اختلطت الأنوثة بالخوف، خوف من نظرة الآخرين، من الفضيحة، من الحرية. نشأنا على مفاهيم مشوهة: البنت المؤدبة ما ترفعش صوتها، ما ينفعش تلبسي كده، عيب تبكي قدام الناس. وكأن الأنوثة هي سجن من الممنوعات. لكن الوعي يبدأ حين نعيد النظر في هذه الرسائل. هل تخدمنا؟ هل تفيد بناتنا؟ هل نريدهن نسخا منا أم نساء حرات؟ خطوات نحو الأم الواعية، واعية بأنوثتها وأنوثة ابنتها. أولا، المصالحة مع الذات. خذي وقتك في التأمل، اكتبي عن علاقتك بجسدك، بصوتك، بتاريخك كامرأة. اسألي: هل أحب أنوثتي فعلا أم أرتديها كقناع؟ ثانيا، التعليم بالمثال. دعي ابنتك ترى فيك امرأة متزنة لا مثالية، امرأة تعتذر إذا أخطأت، تقول لا إذا احتاجت، وتبكي دون خجل. ثالثا، فتح المساحات الآمنة. وفري لابنتك مساحة تتكلم فيها دون خوف من اللوم أو المقارنة. علميها أن الأنوثة لا تقاس بالمكياج ولا بشكل الجسد، بل بالصدق مع النفس. رابعا، الاحتفاء بدورتها الشهرية. اجعلي من أول دورة شهرية حدثا مقدسا لا مصدر خجل. تحدثي معها عن التغيرات في جسدها بلغة حب وفخر. الأنوثة ميراث، فاجعليه ميراث نور. كل كلمة نقولها، كل ردة فعل نبديها هي جزء من الميراث العاطفي الذي نورثه لبناتنا. فهل نورثهن خوفا من الأنوثة أم نقول لهن: أنوثتك نور، أطلقيه ولا تخجلي؟ كونك أما لا يعني أن تكوني كاملة، بل يعني أن تكوني صادقة، حقيقية، مستعدة للنمو والاعتذار والاحتواء. أنوثتك يا صديقتي ليست شيئا تخفيه الحياة خلف ضغوطها، بل هي ما يمنح الحياة دفئها، صوتها، لونها. فكوني أول امرأة تمنح ابنتك الحق أن تحب أنوثتها، عن وعي لا خوف، عن اختيار لا قيد.